على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله يسر له أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا الثمر السبع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا الثمر السبع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به
به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تصدق في الصدور من الإيمان قواعده وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمنع عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحية ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وابرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يصبره المصلي عليه به فينبسط في قلب ورسل تعلقه به وهبه ويكتبها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه نشرب الأصل بوده وهبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه، يتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف ليركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم، قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا هم عظيم، وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم، قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا
شيء همنا يهون باسمك يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل
مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، صلى الله حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة
وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من لم فيك غرام غراما. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من دام فيك غراما. أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا يا ذا الندى يا إماما. يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من دام فيك غراما. يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى للمرسلين ختاما. يا خير هادي للأنام تسامى. يا خير هادي
تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يحططات فزر تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تطرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فسوى على شبابي جمعت بشفاه كل الأنام يا الله الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك 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 جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخططك فزر أحلاك تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فسوى جئت بالنور يا خير
أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري أثرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي غيرت خطاك فسوى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب ووضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وفد الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماض الممدود فأمرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سم الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه Bekhusyuk, pemantap hadiraki Rasulullah pekerong ke kanjeng Nabi maksud hajat-hajat kerta kaki dalam ateh أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أنفاد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا رسول الله اشفع لنا يا الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد اللهم صل وسلم عليه انظر إلينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة صل على محمد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا داعي لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا
مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لا الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة موجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو ما سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نخل تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه والعلولا في مجده ومكانه أوصاف قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فاسد مني أن أمسك عينة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بدا لي من عطامة عظيم العطامة قد بدا لي وحسن الظن في من دعاني راس مالي وفي عتاب باب
لدى حطات رحالي وهنا منتظر فضل وهاب نوالي يا لا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعد الظما يقالي شرب حالي فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي ويا معطي العطايا العظيمات الجزال أذقنا برد عفوك وأصلح كل بالي وجملنا ويسر لنا سبل الكمال يا لا يا الله يا رب يا عالم يا الله بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شعور بحالي وهبنا كل لما نار تجي وقبل سؤالي وعلمنا علوم سلاطين الرجال ووفقنا لما ترتضي في كل حال وحببنا إلى المصطفى مولى البلال يا لا يا الله آمين آمين يا رب يا رب يا عليم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شعور بحالي فيا ربي استجب دعوتي وحميل ثقالي على ظهري من الوزر أمثال الجبال يصير الوزر حسنات والمرذول غالي يصير الوزر حسنات والمرذول غالي يا لا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شعور بحالي الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إذا رأيت قسوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك
Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Syarhul Ainiyah beliau, jika kamu melihat kekerasan di dalam hatimu, hatimu mengeras, wa wahnan fi badanik, dan rasa malas membuat kamu tadi itu malas untuk berbuat kebaikan pada anggota badanmu, merasa berat untuk melakukan kebaikan, wa hirmanan fi rizkik, serta rizki yang kamu dapati sering macet, fa'lam annaka takallamta fima la ya'nik, ketahuilah sesungguhnya penyebab yang paling utama semua yang terjadi kepada dirimu satu. Apa itu? Takallamta fima la ya'nika, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk kau ucapkan. Mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak kita ucapkan akan mengakibatkan apa? Yang pertama, qaswatan fi qalbik, akan keras hati kita. Ini orang yang sebanyak ngomong ini, sebanyak komentar, ya, sebanyak bicara ngalor ngidul jangan yang coba. Qaswatan fil qalb. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, pembicaraanmu yang tidak layak kau bicarakan akan menyebabkan qaswatan fil qalb, akan mengeras hatimu. Ikhwani, kerasnya besi masih bisa dipanasi oleh api. Kerasnya batu masih bisa dipecah dengan tangan-tangan manusia. Apapun yang keras masih bisa dipecahkan, masih bisa dilelehkan. Namun jika hati kita yang sudah mengeras, gosawah fil qalb, hatta Allah pun tidak kau takuti, sorga pun tidak kau menjadikan sebagai cita-cita kita, neraka pun kita anggap sebagai dongeng-dongeng biasa, dongeng-dongeng sebelum tidur. Kenapa? Qaswatan fil qalb, keras dalam hati disebabkan pembicaraan kita yang tidak pantas kita bicarakan. Ayo muhasabah, berapa kali salawat? Berapa ayat Al-Quran? Berapa tasbih, berapa tahmid, berapa takbir, tamjid? La, wallahi la. Lebih banyak kita berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, la dunya wala din, baik dunia maupun agama. La, omong kosong kepi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baik buruknya agama seseorang bukan dinilai dari serban, bukan dinilai dari pakaian. Apa kata Rasulullah SAW? Sebagian daripada tanda-tanda baik buruknya Islam daripada seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya sesuatu yang tidak pantas, bukan tidak boleh, tidak pantas. Kalau tidak boleh jelas haram, sesuatu yang dilarang oleh agama, tidak usah dibahas. Ini yang menjadi pembahasan di sini. Nabhas, yang kita bahas ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Santreh, talibul ilm, orang yang statusnya mencari ilmu tapi kelakuannya seperti preman, tidak pantas. Benar tak oleh nyacat orang, ghibah, namimah, ya jelas mamnu wa haram, bahkan minal kabair ghibah ni kan. Ghibah ni kan minal tiat, menggunjing seseorang, menggibah seseorang. Demi Allah, kalau kelak kita di akhirat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kita tidak bisa masuk surga kecuali istihlal, istirda, minta halal lah, minta ridhona do orang seerasanen selama udin yang tunya bisa biar. Baik ghibah lewat internet, lewat Facebook, lewat WA, lewat grup, mulutmu harimaumu.
fammuka sab'uka, lisanuka sab'uka, in arsaltahu akalatka. Mulutmu harimaumu, jika kau lepas begitu saja, tidak kau kendalikan dengan baik, bukan tidak mungkin kamu akan diterkam sendiri dengan pembicaraanmu. Mulutmu harimaumu, lisanuka sab'uka, lisanmu, lidahmu hewan buasmu, kendalikan ini ya. Jelos. Makan lesannya ke Gusti Allah beri pan berempan apa? Lidah, gigi, bibir, agar supaya apa? Kita sebelum berkata-kata kita renungi. Fakir qabla an tagul, wadabbir qabla an taf'al. Fakir qabla an tagul, difikir-fikir dahulu sebelum kau berbicara. Diangan-angan terlebih dahulu sebelum engkau melangkah ke amma sambian nih. Hisab kapi kau nang akhirat. Omong napa sambian? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kamu mengucapkan satu kalimat sedikit pun kecuali termaktub, dicatat oleh malaikat raqib atid. Ya bakhtana, sungguh beruntung kita di sore hari ini bermunajat, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantar muka kerat tu ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Wa wahnan fi badanik, jika kita sudah merasa berat tahajud, merasa berat baca Quran, males hadir majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Nih berarti mulai ocan sampean mulai tak beres. Saring. Hah? Saring mulai semangkin. Nyanyi. Nganggur. Berapa kali Quran hari ya? Ani kesini bebaki males salat berjamaah. Males awirid, males zikir. Subhada lisan. Ini kak perian kepi ini kak. Mangkana ada kitab namanya Afatul Lisan yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Jaruni. Beliau menceritakan di situ bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala warḍah, ketika sahabat Abu Bakar dilanda kegundahan, dilanda kegelisahan, ketakutan dan sebagainya karena ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar diam, tidak mau berbicara sepatah pun. Sehingga beliau diriwayatkan di mulut sahabat Abu Bakar As-Siddiq terdapat beberapa batu yang ngengem oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini keterangan dari Afatul Lisan. Maka para sahabat pun heran, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang telah dinas di dalam Al-Quran, mertua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq, ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Terdapat beberapa batu di mulutmu dan aku belum pernah menyaksikan dilakukan oleh siapapun sebelummu dan sesudahmu. Mahaluka ya Abu Bakar, apa yang terjadi padamu wahai Abu Bakar? Faqala, maka sahabat Abu Bakar menjawab, hadzal ladzi awradani ilal mawarid, ya mulutku ini jika tidak aku kontrol, bukan tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil yang akan menjerumuskan aku ke dalam api yang paling dalam, jurang neraka yang paling dalam. Hadzal ladzi awradani ilal mawarid. Padahal sahabat Abu Bakar tak mungkin ghibah. Hasya wa kalla, mustahil, tak mungkin ini kan. Al-Habib Ali Al-Habasyi beliau mengatakan ketika mendengar kisah tersebut, apa kata beliau? Hasya wa kalla, tak mungkin sahabat Abu Bakar akan ghibah, mencaci, menggunjing, namimah, ghibah, tak mungkin. Itu disebabkan sahabat Abu Bakar menahan diri agar supaya apa yang beliau bicarakan dikhawatirkan orang-orang tidak mengerti apa yang beliau bicarakan, karena terkadang para sahabat ini menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh manusia biasa. Habib Ali Al-Habasyi mengatakan hasya wa kalla. Si artiin ben saroban sahabat Abu Bakar ngembet tuh jadi. Beneta kok apesoan, beneta kok arasanan, benih hasya wa kalla, tak mungkin. Tak mungkin, Pak. Olehnya hadir majelis maulid bagus. Jangan kita hanya mahlul qiyam kita menangis, mahlul qiyam nangis, setelah ini kita tidak
menjaga lidah, tidak menjaga badan kita, apa gunanya? Apa gunanya? Hadirnya kita manfaat, baik sudah. Ayo kita tingkatkan. Makanya sering saya mengatakan, sampean menuju dari rumah ke sini, sudah jangan bicara apa-apa, sholawat sampean bebenyak. Mulai sampean berangkat dari rumah, wis cek ngedingan ki apa sekali, la musik wala apa, wala cak omong apa kecuali sholawat terus. Mulai bungkus sampai depan majelis ini kan. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kamu menyaksikan ada pada badanmu kok sampean malas untuk ibadah, berarti ada bicara yang tidak pantas kita bicarakan. Makanya malas melolo. Ngomong ngalor ngidur ngelantur ya. Wahirmanan fi rizkik, nih rizki banyak seperet kan nih. Hah? Kan sepe mangken. Sope kopi. Ini ke penyebab nih. Takallamta fi ma la ya'nik, berbicara yang tidak pantas kita bicarakan. 01, 02, 03 nu apa? Wis percuma, reng seorang ya. Reng situng percuma. Kau usah ngomong apa lah. Pele saya pele, coblos saya coblos. Untak teh kecoblos kebi. Neser. 3 hal yang akan menyebabkan keras dalam hati kita, malas badan kita untuk beribadah, seret penghasilan kita. Nih mulai sekarang jaga, tak usah ngembet tuh sampean, tak usah nikah kelas Abu Bakar Siddiq deki pah mulai sampean nyari beto ngecide siapa kakek kok. Ini hanya gambaran saja seorang Abu Bakar Siddiq, bagaimana beliau menjaga mulut beliau. Al-Imam Tawus tadi mengatakan lisanuka sab'uka in arsaltaha akalatka. Lisanmu, mulutmu adalah hewan buasmu yang manakala tidak kamu jaga, tidak kamu ikat, tidak kamu cancang, akan menerkammu. Mudah-mudahan selamat kita. Mudah-mudahan lisan kita dipermudah untuk berzikir, bersolawat, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir, orang tua kita yang ada di alam kubur, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburannya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dan yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah biniyat syifa khususan liwalidati Faridah binti Ali Al-Kaf, walidina walidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ummahatil hadirin walidah hadirin, insyaallah yaj'al syifaan ajilan. Allahu syafi Allahumma afi, Allahu syafi Allahumma afi, Allahu syafi Allahumma afi, la syifaa illa syifaa'uk ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, barakati wa syafaati Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ولما ندم الفكر من دراري العوصى في المحمدية وجوده، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة، وعلى باب ذاته تحت الرحال فتشاه منه الفيوضات الهامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وعم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد مدايد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي